بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلابنا، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي معادنا مع كلاس شيت نمبر 5 في منهج الداينامكس، واللي هنحل فيه وهنراجعه بسرعه كده اللي كان بيتكلم عن نيوتن ثيرد لو والابلكيشنز بتاعته، سواء الاسانسير والبادي اللي محطوط جوه الاسانسير، او الحاجات بتاع الكونكتد بوديز زي المسائل اللي موجوده في السموث بولي ومتعلق فيها تو بوديز والحركات والكلام ده كله. عشان كده قبل ما نبدأ في الأسئلة بتاعتنا اللي هي هتتركز في موضوعين اتنين مفيش غيرهم، مسائل الأسانسير واللفت والجزء التاني بتاع السموث بالي. حلو، فتعالى كده نراجع ايه الحاجات اللي موجودة والتريكات اللي ممكن نشتغل عليها عشان تاخد بالك منها وترتب أفكارك صح. يلا يا باشا. أول حاجة، لو أنت عندك أسانسير، الأسانسير ده يا جماعة بادي بيتحرك، قلت له جميل، فهنحط جواه بادي تاني. البادي ده محطوط على هنا بريشر بالانس. حلو، يعني ميزان. طب احنا لما نحط البادي ده على الميزان، مش المفروض ان الميزان هيدينا الريدنج بتاعته اللي هو الويت؟ قال لي اه. فبيظهر حاجه اسمها الريدنج اللي احنا بنسميها هنا نورمال رياكشن. قلت له طب جميل، عندك بقى انت ثلاث حالات. احيانا الان بتكون ايكوال للويت، وهنا بنسمي دي الريدنج وبنسمي دي الريل ويت. قلت له حلو. طيب واحيانا اخرى بيظهر ان النورمال رياكشن او الريدنج عباره عن ام جي بلس ام اي. وهنا لما البادي بيكون بيتحرك اب باكسلريشن. قلت له طب جميل. وحاله اخيره ان الان ايكوال ام جي ماينس ام اي، فخدنا الام كومن. حلو، وده لما يكون بيتحرك داون باكسلريشن. يبقى مين هي الايه بقى يا جماعه؟ دي بنسميها يونيفورم اكسلريشن. وخد بالك عشان هو الراجل لما يقول يونيفورم ديسلريشن، كل اللي انت هتعمله هتشيل الايه وتحط نيجاتيف ايه. حلو. طيب مستر، يبقى دي برضو يونيفورم ايه؟ اكسلريشن. خد بالك. والجي طبعا اللي هي مين؟ جرافيتي اكسلريشن، اللي هي اما تشتغل 9.8 لو اليونتس كبيره او 980. طب امتى يا مستر النورمال رياكشن يبقى؟ في الحاله الاولى وفي الثانيه وفي الثالثه. قال لي بص يا باشا، الحاله الاولى دي بنسميها الميزان الحلال. ليه ميزان حلال؟ قال لي عشان الريدنج بتقرا الريل ويت على طول، الوزن الحقيقي اللي هو الام جي. قلت له جميل. وده بيحصل في حالة من ثلاثة. الحالة الأولى إن الأسانسير يكون في حالة ريست. الحالة التانية إن هو يكون بيتحرك بيونيفورم موشن. يعني إيه يا مستر؟ قال لي يعني إن الأكسلريشن تكون بزيرو. والحالة التالتة إن إحنا نكون عندنا بالانس، الكومن بالانس اللي هو الميزان أبو كفتين with two sides. فيقول لك كده، يقول لك common balance أو balance with two sides. حلو. ساعتها انت هنا الريدنج بتكون ايكوال للام جي تو تايب. طب لو انت بتتحرك اب باكسلريشن، الرول قدام حضرتك. طب لو بتتحرك اب بديسلريشن، قلت له ماليش دعوه، بشيل الايه واحط الرقم اللي هو قاله بس بالنيجاتيف. حلو. طب يقول لك بيتحرك داون، نفس الكلام. طيب عشان كده تعالى بقى نقول، لو انت عندك الريدنج او الابيرنت ويت، خد بالك بقى احنا نقول عليها ريدنج ونقول عليها apparent ويت. فلو الابيرنت ويت greater than الريل ويت، يبقى معنى كده ان الراجل ده بيتحرك up with uniform acceleration. طب مستر، لو الراجل هنا قال لك طيب انا عندي الريل ويت هو اللي greater than الابيرنت ويت، هنقلب بقى يا مستر، يبقى بيتحرك ايه؟ down with acceleration. طب امتى اقول له up with deceleration او down with deceleration؟ لا، ما بنقولهاش دي، احنا شغالين على مين؟ على الاكسلريشن. ولكن لما يجي الراجل يقول لك طب الابيرنت ويت greater than الريل ويت، تقول له بيتحرك اب وذ اكسلريشن، او بس دي ما بنقولهاش في المسائل واحنا شغالين، اور داون وذ ديسلريشن. يعني وذ نيجاتيف الايه. حلو. طيب وهنا نفس الكلام، لو انا قلت لك ان الريل ويت جريتر ذان الابيرنت ويت، هتقول له داون وذ الاكسلريشن، اور اكتبها فين بقى دي؟ ماشي، اكتبها هنا، هنا او اب وذ النيجاتيف ايه. قلت له ماشي، بس دي ما بنقولهاش. حلو كده. قال لي طيب في عندي كيس تانية بتقول لك ايه؟ بتقول لك طب انا دلوقتي ممكن اجيب اللفت ده واعلق في السقف بتاعه. حلو، اللفت ده
ماشي ارجع تاني يا حموكشة. نجيب elevator حلو، ونحط فيه كده حاجة اسمها spring balance. ايوه يا مستر عارفه. ونيجي هنا نقوم معلقين بادي. قلت له ماشي. فالبادي ده ليه ويت اللي هو الام جي. تمام خليها ام جي بقى اهوت ام جي. وعندنا حاجة هنا اسمها التنشن. فالتنشن ده شايل مين يا جماعة؟ شايل البادي اللي اسمه ام بس هنا بس. قلت له طيب هنا ايه اللي يحصل؟ قال لي نفس الثلاث حالات. مرة هتقول ان الان ايكوال ام جي في حالة الريست او اليونيفورم موشن او البالانس ويز تو سايدز، او الان يكون ايكوال مفيش ان انا اسف التي التنشن اللي موجود لان هو بيقرا بيحول التنشن ده لريدنج عنده. فالتنشن ده او الريدنج هيكون ايكوال ام جي. هنا التنشن هيكون ام جي بلس اي لو هو بيتحرك اب with acceleration. قلت له حلو. والتي ده هيكون ايكوال ام جي ماينس اي لو هو بيتحرك داون with acceleration. طبعا احنا قلنا كلمة deceleration هتاخد النيجاتيف وتشتغل. طيب مستر في كيس أخيرة. ايه بقى يا معلم؟ سواء انت شغال معلق بسبرينج بالانس او بريشر بالانس. قلت له ايوه. ممكن نعمل ايه؟ ممكن نيجي على الاسانسير نفسه. يعني ايه يا مستر مش فاهم؟ قال لي يعني نيجي دلوقتي الاسانسير ده جواه كذا بادي. قلت له ماشي زي كده وكده. قلت له اه فدي ام 1 ودي ام 2. قلت له حلو. فلما نيجي هنا والاسانسير نفسه اسمه ام 3 نتكلم هنا عن التنشن اللي شايل الاسانسير. قلت له اه يجي بقى اللي تحت ده نقوله ازاي؟ نقوله ام 1 بلس ام 2 بلس ام 3 ايوه باي جي التوتال ماس. فلما تيجي حضرتك تقول لي التي مثلا وهو بيتحرك اب، بص بقى هو بيتحرك اب ايه اللي هيحصل؟ هيبقى التي ايكوال ام 1 بلس ام 2 بلس ام 3 كل ده باي جي بلس ايه. اه ايوه فهمتك يعني بتشتغل مع الماس التوتال. حلو. طب لو هو بيتحرك داون باكسلريشن قلت له اه يبقى التي ايكوال نفس الكلام ام 1 بلس ام 2 بلس ام 3 حتى لو جواه 50,000 بادي جي ماينس الاي. والاي دي هو يديها لي في المسألة ويطلب. تمام. ده كده المسائل بتاعت الاسانسير كلها قدام حضرتك. تمام. يبقى امتى الابيرنت ويت جريتر ذان الريل ويت؟ بيتحرك اب باكسلريشن اور داون بديسلريشن. طب امتى الريل ويت يكون هو اللي اكبر من الابيرنت او الابيرنت يكون صغير؟ لما يكون بيتحرك داون ويز اكسلريشن او اب ويز ديسلريشن. طب امتى الريل يكون ايكوال الريدنج او الابيرنت ويت؟ في حاله ان البادي يكون في حاله ريست الاسانسير في حاله ريست او بيتحرك بيونيفورم اكسلريشن سوري بيونيفورم موشن يعني الاكسلريشن بزيرو او البالانس ويز تو سايدز او البالانس سكيل او بيسموه كومن بالانس زي ما يكون اسمه. تمام. هنيجي بقى دلوقتي يا جماعه للجزء الثاني اللي هو موضوع السموث بولي. والسموث بولي بنسميها بقره. بقره بالكاف مش بالقاف تانية بقره. حلو. المهم السموث بولي دي بنجيب عليها سترينج كده بنحط سترينج عليها ونحط هنا بادي. البادي ده هنسميه ام 1. حلو. ونجيب سترينج التاني الاند التانية بتاعت السترينج ونعلق فيها بادي اسمه ام 2. فهنا يا جماعة الام 1 بتشد التنشن ده لتحت اسمها ام 1 جي، وهنا بتشد دي لتحت اسمها ام 2 جي. قال له كده؟ قال لي اه. وبيظهر هنا تنشن يقابل هذا الكلام ده وهنا تنشن. خد بالك يا جماعة ان التنشن عشان دي سموث بولي طبعا فالتنشن حواليها بيكون ايكوال. عشان كده كنا بنقول ان السموث بولي عبارة عن عامل توصيل بيوصل التنشن من الليفت للرايت ملوش دعوه ولا بالدايركشن ولا ليه دعوه بايه بالظبط اللي بيحصل. هو بياخد حاجه من هنا 5 نيوتن ينقلها هناك 5 نيوتن، ياخد حاجه من هنا 3 نيوتن ينقلها هناك 3 نيوتن بس وخلص الكلام على كده. قلت له طيب لو البادي ام 1 قد الام 2 فالبادي ده هيكون في حاله ريست وما بيتحركش. قلت له حلو. طب احنا لو ادينا له فورس سوري ادينا له فيلوسيتي وزقنا واحد فيهم ام 1 او ام 2 مش سيستم هيتحرك؟ قال لي اه هيتحرك. قال لي ساعتها هيتحرك بايه؟ قلت له هيتحرك بحاجه اسمها يونيفورم موشن اكسلريشن بزيرو مش هيقعد يجري. ولكن لو قلنا ان ام 1 جريتر ذان ام 2 او العكس مش فارقه معايا بس المهم في واحد اكبر من التاني. قال لي اه بص يا مستر لو ام 1 اكبر من ام 2 فالموشن تبدا من هنا ان الام 1 هتنزل والام 2 اللي هيحصل لها؟ قال لي هتطلع. قلت له حلو. فلو انت عارف مين الكبير فبقيت عارف مين داون ومين اب.
او هو يقولها، يقول لك M1 بيتحرك داون فتفهم ان هو الكبير، يقول لك M2 بيتحرك اب فتفهم ان هو الصغير. قلت له جميل. حاجه التانيه، هو دلوقتي مش الام 1 اكبر من الام 2؟ قلت له جميل. قال لي هيحصل اكسلريشن، يعني السرعه هتقعد تزيد، كل ثانيه هتقعد تزيد. قلت له ايه ده؟ يعني هي تبدا بفي انيشال مثلا وليكن بزيرو، بعد ثانيه هتبقى برقم وليكن اكس، بعد ثانيتين هتبقى الاي باي الاكس. فهمتك، يعني انت كل شويه هتزود السرعه. قلت له طب جميل. عشان كده هنيجي على البادي الاول اللي هو مين؟ ام 1. البادي ده نازل، فنقول ان ام 1 a ايكوال M1G ماينس التي. كنا بنقولها كده، اللي معانا ماينس اللي مش معانا. قال لي حلو. طب تعالى للبادي M2. M2A ايكوال تي اللي معانا عشان هو طالع لفوق ماينس اللي مش معانا اللي هو M2A جي. والتو ايكويشن دول يا جماعه لازم تبقى عارف هم جايين منين. في ايكويشن اوف موشن بتاعت البادي الاول M1 في الاي، ودي M2 في الاي. انهي ايه اللي بتحرك السيستم كله؟ عشان كده في حاجات كومن موجوده في المساله. الاكسلريشن اللي بتحرك السيستم كله، الجي اللي هي الجرافيتي اكسلريشن، والتنشن عشان دي سموث بولي فبتنقله زي ما هو. ومن هنا بنطلع برول بيقول ان الاكسلريشن اوف موشن ايكوال التو ماسز اللي موجودين معانا فرقهم على صمهم. يعني ايه فرقهم؟ فرقهم يعني الكبير ماينس الصغير، M1 ماينس M2. وما بنقولهمش بقى الكبير ماينس الصغير الصراحه، بنقول اللي مع الموشن ماينس اللي عكس الموشن. حلو، فاللي مع الموشن M1 ماينس اللي عكس الموشن M2. حلو، على سمهم السم بتاعهم يعني. يبقى هم M1 بلس M2، كل ده ريشيو من الجرافيتي اكسلريشن يعني باي جي. وطب امتى استخدم الرول ده وامتى استخدم ده؟ طبعا هنا لو انت عايز التنشن، او هنا معاك التنشن وعايز تعوض، هنا على طول لو معاك التو ماسز وعايز تشتغل. حلو. في بقى حاجه تانية اسمها البريشر على البولي. ايه يا مستر البريشر ده؟ قلت له البريشر ده بيكون 2 تي. ليه 2 تي؟ عشان التي هنا والتي هنا الاثنين ان سيم دايركشن. قلت له حلو. يعني معنى كده يا مستر ان انت لما تيجي اسالك اقول لك البريشر على البولي تقول لي 2 تي. طب حلو. في بقى حاجه تانية اسمها الفيرتيكال ديستانس بين التو بادي. فيرتيكال ديستانس بين التو باديز اللي هم M1 ومين وM2. طب ودي بقى بيبقى اسمها ايه؟ قال لي بيبقى اسمها 2S. قلت له لا معلش كده فهمني. قال لي لو البادي ده نزل هنا اس. قلت له حلو. وده طلع هنا نفس الاس. ما هو ده لما ينزل ده هيطلع عشان مربوطين في بعض. فكده بقت الديستانس اللي بين الاول والتاني بقى اسمها كام اس؟ 2S. عشان كده لما يجي في مسألة ويقوم قايل لك ايه؟ يقول لك انا هخلي لك السيستم ده يبدأ من الريست، فتقول له يبقى الفي انيشال بزيرو. حلو. يقول لك اتحرك تايم اسمه تي، اقول له ماشي. او اتحرك ديستانس اسمها اس، اقول له ماشي. حلو. والاكسلريشن حضرتك هتجيبها من الرول، اقول له ماشي جميل جدا جبنا الاكسلريشن. تعرف تجيب الفي فاينل؟ قلت له اجيب الفي فاينل. لازم. ليه؟ قال لي عشان المساله ممكن تبقى خلصت عند الايه وخلاص. تمام. وهنا المساله دي هتبقى بسيطه سهله مباشره. امال المسائل بقى اللي بيقطع فيها الحبل، بادي بيخبط في حاجه الكلام ده، قال لي لازم تجيب الفي فاينل. قلت له ليه؟ قال لي عشان كده دي مساله، وهنا هنبدا مساله جديده بقى. يبقى هنا قبل لما يحصل اصطدام في الارض، قبل القطع بتاع الايه السترينج، قبل ما يحصل مشاكل. قلت له طيب بعد بقى. بص يا مستر، بعد عندنا معلومتين مهمين. ايه؟ ان الفي انيشال هتكون هي الفي فاينل اللي فوق. عشان كده انت قلت لي لازم نجيبها. قلت له حاجه التانيه ان الدايركشن لا يتغير الا بعد فتره من الزمن. يعني اللي طالع هيفضل طالع واللي نازل هيفضل نازل الى ان يجد جديد. ولو جد جديد نبدا مساله جديده، وده ما بيحصلش. تمام. عشان كده بقول لك ايه؟ بقول لك لما الراجل يجي يقول لك والله انا عندي بادي M1 وام 2 والسيستم بيتحرك، اروح اجيب اكسلريشن. حلو. يقول لك بدا من ريست في انيشال بزيرو. يجي يقول لك طب ادينا له سرعه، خلاص يبقى الفي انيشال مش بزيرو. طيب اتحرك تايم ثانيتين وبعد كده قطعناه، ديستانس 2 متر وبعد كده قطعناه. حلو. فيجي يقول لك هات الفيرتيكال ديستانس، تقول له 2S. حلو. فيجي يقول لك طب هات التي. طب انا ما انا معايا الاكسلريشن ومعايا M1 ومعايا M2، دي M1. حلو. ومعايا الجي، اروح اشتغل واجيب التي مثلا. هات الفيرتيكال ديستانس. جميل لحد كده تمام. يجي يقول لك طب احنا هنقطع، تقول له معلومتين اتنين. ايه هما المعلومتين؟ المعلومه الاولى بتقول ان الفي انيشال بعد القطع او في المساله الثانيه هو الفي فاينل في المساله الاولى. تمام. لازم تاخد بالك منها. وان الدايركشن مش هيتغير، يعني مش هيتغير لحظيا كده مره واحده اول ما تقطع الحبل. مش هيتغير، لا ده اللي نازل هيفضل نازل واللي طالع هيفضل
طالع، وساعتها الاكسلريشن البوزيتيف دي ممكن تبقى نيجاتيف عشان البادي ممكن يوصل لانستنتينيوس ريست. بس انت بتثبت المساله. طب مستر لو جه بعد كده وقال لك حصل مش عارف ايه، لا دي مساله ثالثه بقى، مساله ثالثه خالص. حلو. يبقى انا دلوقتي قبل ما تقطع مساله سالكه. طب هتقطع، السترنج هيتقطع او بادي منهم هيخبط في الارض، يعني التنشن هيكون بزيرو من الاخر كده. قال لي لو التنشن بقى بزيرو هناخد الفي فاينل نحولها في انيشال، ويفضل المساله اللي طالع طالع واللي نازل نازل. حلو. ونروح نجيب الاكسلريشن. حلو كده. طيب بعد ما نجيب الاكسلريشن، مستر لو التنشن اتشال، البادي اللي طالع بعدها بعدها طالع تحت تاثير ايه؟ الجرافيتي. يعني لو التنشن بقى بزيرو ما بقاش فيه اكسلريشن، امال بقى ايه؟ بقى اللي طالع هيبقى طالع تحت تاثير الجي نيجاتيف جي، واللي نازل هيبقى نازل تحت تاثير الجرافيتي. حلو. وتشتغل المساله بقى عادي، ده لو هو عايز حاجات من دي. طب مستر تعال نشوف الكلام ده عشان نفهم انت قصدك ايه. قلت له يلا. اول سؤال elevator. If a body of mass 70 kg is placed on a pressure scale، محطوط على pressure scale fixed in the floor of the lift. حلو. moving with uniform acceleration، وادي الاكسلريشن up. then the reading of the scale، قلت له ده مسألة عبيطة. ال N equal M G plus ال A. ليه؟ عشان هو قال بيتحرك up. حلو. وادي acceleration. حلو. وادي الماس. وانت عايز الريدنج بتاع السكيل اللي هي ال N، عشان هو سبرينج، عشان هو بريشر سكيل. ال M بكام؟ ب 70. ال G 9.8 متر بير سكند سكوير. ال A ب 1.4. احسب يا معلم نطلع لك الانسر. معاك كالكوليتر؟ انا معايا كالكوليتر. يبقى 9.8 بلس 1.4، كل ده ملتبلاي 70، يطلع الانسر ب 784. ايه بقى؟ نيوتن. موجودة دي عندنا؟ لا مش موجودة. نحولها يا جماعة. مش احنا قلنا لما نيجي نحول هنعمل ديفايد 9.8؟ قلت له يبقى 784 ديفايد 9.8 يطلع الانسر بكام؟ يطلع الانسر ب 80 كيلو جرام ويت. عشان لما هي تبقى كيلو جرام ويت بنضربها في 9.8، طب لما تبقى نيوتن نعمل ديفايد 9.8. طيب ده السؤال الاول. السؤال التاني مسألة بولي، بيقول لي ده امتحان 2020، بيقول لك in the opposite figure two bodies of mass m and 2m. يعني في واحد اماية واحد 2 اماية. حلو. مين الكبير؟ اكيد ال 2m. حلو. يبقى ال 2m ده هو اللي بيتحرك داون، قلت له ماشي، والام ده هو اللي بيتحرك ايه؟ اب. جميل. are connected by the ends of a light string passes over a smooth body and is suspended vertically. If the system is let to move from rest، هيبدأ يتحرك من الريست. قلت له ماشي، يبقى ال V initial بزيرو. When the two bodies are in the same horizontal plane، قلنا القصة دي. Then the vertical distance، أيوة vertical distance يعني S ولا 2S حموكشة؟ 2S. Between the two bodies after 1 second، يبقى after 1 second يبقى التي بكام يا حموكشة؟ 1. From starting الموشن equal كام؟ قلت له طيب أول حاجة يا جماعة هنجيبها هي الأكسلريشن. قول لي يا مستر الأكسلريشن فرقهم على سمهم. فرقهم يعني ايه؟ يعني 2m minus m. قلت له ماشي 2m minus m يعني بm. على سمهم يعني 2m plus m. قلت له جميل. باي g. قلت له جميل. يطلع الانسر m over 3m باي g اللي هي 9.8. فالm دي تروح مع الm دي يعني 9.8 over 3. يبقى الاكسلريشن equal او 1 over 3g مثلا. 1 over 3g. حلو كده؟ طيب دي الاكسلريشن. احنا عايزين الاس. قلت له طيب يلا يا جماعه، مش الاس ايكوال في نوت تي بلس هاف اي تي سكوارد؟ في نوت تي بلس هاف اي تي سكوارد. فادي الاس. الفي نوت بكام؟ بزيرو. ادي الهاف. الاي احنا جبناها ب 1 اوفر 3 جي. طيب والتي سكوارد؟ قال لي التي سكوارد هتبقى ب 1. 1 سكوارد يعني ايه؟ 1. فيطلع الانسر كله ب 1 اوفر 6 جي. خد بالك ان دي موجوده في الاختيارات ولكنها غلط. ليه يا معلم؟ قال لي دي الديستانس اللي البادي ده اتحركها، يعني دي نزل لتحت 1 اوفر 6 جي. طب ما هو ده كمان طلع ايه؟ 1 اوفر 6 جي. ايوه. يبقى الفيرتيكال ديستانس ما بينهم الاتنين هتكون بكام يا معلم؟ قال لي الفيرتيكال ديستانس هتكون عباره عن 2s، يعني 2 ملتبلاي 1 اوفر 6 باي جي يطلع 1 اوفر 3 من الجي. هو جايبها ان ترمز اوف جي برضو عشان ايه؟ ما يرخمش علينا. يبقى الانسر ليتر دي. سؤال جميل. اللي بعده سؤال نمبر 3 بيقول لي a body is suspended in a spring scale. spring scale fixed in a balloon. حلو. moving vertically downwards. قلت له حلو. with acceleration
of magnitude 5/8 الاكسلريشن اوف الجرافيتي. قلت له يعني ال A equal 5/8 من الجي. حلو كمل. then the ratio between the apparent weight of the body and its real weight. قلت له جميل. عايزين ratio between apparent weight وهنا الريل ويت. الريل ويت يا جماعه هو ام باي جي. قلت له ماشي ام باي جي. طب والابيرنت؟ قلت له تعالى بقى ام باي، يا اما هنعمل بلس يا اما هنعمل ماينس. قال لي داونورد. قلت له يبقى ماينس. هنا بقى مين؟ احنا قلنا جي ماينس ايه ولا جي بلس ايه؟ قال لي جي ماينس ايه، يبقى جي ماينس الايه. اولا الام هتروح مع الام. قلت له جميل. تعالى بقى هنا الجي اسمها جي ماينس 5/8 من الجي اللي هي مين؟ الاكسلريشن اهي اوفر الجي. فيطلع عندك 3/8 من الجي اوفر الجي، فالجي تروح مع الجي يطلع الانسر بكام؟ ب 3/8. 3 to 8 مش 8 to 3 طبعا، لان هو الابيرنت اند اتس ريل ويت، يبقى الابيرنت هو اللي في النيميريتور والريل هو اللي في الدينوميريتور. ماشي سؤال جميل، وهنا ربط الدنيا ببعضها شويه. طب اللي بعده question number 4 بيقول لي a system start its motion from rest. بدأ من الريست في initial بزيرو. قلت له جميل. and the two bodies in the same horizontal level the 3 كيلوجرام البادي 3 كيلوجرام descends descends. يبقى معنى كده ان ال 3 ده هو اللي نازل والام ده هو اللي طالع، فيبقى مين اللي دلوقتي الكبير؟ ال 3. tell the vertical distance ال vertical distance between the two bodies 1.96 after 1 second from the beginning. عايز الام. قلت له ماشي يعني التيب 1. طب تعالى نرتب افكارنا. الفي نوت بزيرو. قلت له حلو. هنا الراجل اللي نازل ده اللي هو 3 distance. الفيرتيكال ديستانس يعني ال 2s ب 1.96 متر، والتايم بكام؟ ب 1 سكند. قلت له حلو. طيب تعرف تجيب الاكسلريشن من المعلومات دي؟ قال لي الاول نجيب الاس، يبقى الاس ايكوال 1.96 over 2. يطلع الانسر ب 0.98 متر. حلو. معاه في انيشال واس وتي. هات الرول اللي وزود في رول كده عندنا وزود في اسمه ايه؟ اسمه اس ايكوال في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير. طب ليه عملت كده؟ هقول لك عشان انا مش عارف اجيب الاكسلريشن بالطريقه الثانيه عشان الام انون. قلت له حلو. فالاس اللي هي 0.98 والفي نوت بزيرو، وادي الهاف وادي الايه عايزينها، وادي التي 1 سكند سكوير. حلو. فنعمل دي ملتبلاي يطلع الاي ايكوال 1.96 ايه بقى؟ متر بير سكند سكوير. حلو. طيب انت كده معاك الاكسلريشن. قال لي صح. طب معانا التنشن؟ لا. يبقى نروح نستخدم الرول اللي ما فيهوش تنشن. يبقى الاكسلريشن ايكوال فرقهم على سمهم. حلو. مين فرقهم؟ 3 ماينس ام. طب ليه مش ام ماينس 3؟ عشان ال 3 هو اللي مع الموشن. يبقى اوفر 3 بلس مين؟ ام. كل ده باي مين؟ باي جي اللي هي كام؟ 9.8. حلو. فتقوم انت حضرتك عامل ايه؟ مودي ال 9.8 هناك، يبقى 1.96 ديفايد 9.8 يطلع الانسر ب 1 اوفر 5. يبقى 1 اوفر 5 ايكوال 3 ماينس الام اوفر 3 بلس مين؟ الام. مين القانون الوحيد؟ الام. يبقى 3 بلس الام ايكوال 15 ماينس 5 ام. هدي هنا يبقى 6 ام ايكوال 15 ماينس 3 يعني 12. يبقى الام ايكوال 12 اوفر 6 يعني الام بكام؟ ب 2. بس يا باشا خلصت. ماشي يا معلم. سؤال جميل وحلو وبادئ متشقلب. يعني هو ادالك في نوت وادالك اس وادالك تي، فانت تروح تجيب اكسلريشن اوف موشن. معاه اكسلريشن اوف موشن اروح اجيب الام. هنيجي دلوقتي لكويشن نمبر 5. in the opposite figure 3 equal masses each of 2 كيلوجرام كلهم ب 2. دي ب 2 ودي ب 2 ودي ب 2 are connected by a light inextensible string passes over a small smooth poly. يعني الحبل ده ما بيتمطش والبولي دي صغير. قلت له طيب هنا في تي طبعا وهنا في تي. حلو. وهنا عندي دي هتبقى 4 multiply 9.8 ودي طبعا هتبقى بكام؟ هتبقى ب 2 multiply 9.8. قلت له عظيم. تعالى بعد كده then the tension between the two masses A and B. ايوه تعالى لي بقى للتنشن اللي هنا ده. التنشن ده قد ده حلو.
التنشن اللي موجود بين الاي والبي ده نوصل له ازاي؟ قال لي بص يا مستر، هنمسك البادي اللي اسمه بي الاول بس كده. مش احنا ده نازل؟ قلت له اه. حلو، وده طالع. كلمني عن البادي بي، اشمعنى؟ لان التنشن ده يا جماعه مش شايل غير البادي بي، خد بالك. قلت له طيب، يبقى الام بتاعت البي. قلت له ماشي، يبقى الام ملتبلاي الاكسلريشن ايكوال اللي معانا اللي بيشدنا لتحت اللي هو 2 ملتبلاي الجي او الام جي يعني. قلت له ماشي، ماينس التنشن. قلت له عظيم. طيب انهي ام بقى بتاعت البادي اللي انت بتتكلم عنه اللي هو 2؟ يبقى 2 ملتبلاي الاكسلريشن ايكوال 2 ملتبلاي الجي اللي هي 9.8 ماينس التنشن اللي انت عايزه. يبقى انت عشان تجيب التنشن لازم تروح تجيب مين؟ الاكسلريشن. قلت له طب ما الاكسلريشن سهل. ليه؟ الاكسلريشن بتاعت السيستم بتتكلم عن التو بادز فرقهم على سمهم، فرقهم يبقى 4 ماينس 2 على سمهم 4 بلس 2. كل ده ملتبلاي مين؟ ملتبلاي الجي اللي هي 9.8. فيطلع الاكسلريشن عبارة عن 2 اوفر 6 ملتبلاي 9.8 يعني 1 اوفر 3. قلت له ماشي، 1 اوفر 3 ملتبلاي 9.8. فهنا هتقوم شايل ال 2 دي وتحط مكانها 1 اوفر 3 ملتبلاي 9.8 تطلع 2 اوفر 3 ملتبلاي 9.8. قلت له جميل، ايكوال 2 ملتبلاي 9.8 ماينس التنشن. هنودي التي دي هنا نجيب دي هنا، يبقى التنشن ايكوال 2 ملتبلاي 9.8 ماينس الكلام ده يبقى 2 باي 9.8 ماينس 2 اوفر 3 ملتبلاي 9.8 هيطلع عندنا 4 اوفر 3 ملتبلاي 9.8 نيوتن طبعا. قلت له حلو، ده نيوتن، انا عايز بالكيلو جرام ويت. قال لي شيل ال 9.8 يبقى اسمها ايه؟ 4 اوفر 3 كيلو جرام ويت اهو. فيجي واحد يقول لك بس طب انا بقى معلش لحظه كده، هو انت ليه يا مستر اتكلمت عن البادي 2 ومنتجت الفور دي؟ قلت له لحظه، الفور والتو الفرق ما بينهم هو اللي بيعمل الاكسلريشن. قال لي اه صح، واضح اهو في الحته دي. قلت له طب جميل. طيب احنا بقى لما نيجي نتكلم عن التنشن اللي في الموجود بين الاي والبي، شايل مين يا جماعه؟ شايل البي فقط لا غير. فانت لو بتتكلم عن موشن، انت عايز تحسب التي الجديده دي اللي هي تي داش دي، اللي هي دي، عايز تحسبها، اتكلم عن البادي اللي هي شايلاه وشوفه بيتحرك اب ولا بيتحرك داون. طب البي بيتحرك داون. قلت له حلو، يبقى ام ايه ايكوال ام جي بتاعته هو ماينس التي. طب ليه ما خدتش الفور؟ لا، الفور ده بنتكلم على التنشن اللي فوق، التنشن اللي فوق ده هو اللي شايل الفور. اما التنشن اللي هو اللي لونه احمر ده او بينك ده اللي شايل مين؟ البي. حلو. السؤال اللي بعده question number 6 ده في امتحان 97. رجعنا ورا شويه. A body of mass m kilogram is suspended to a spring balance fixed in the ceiling of the lift. The balance reading was 22 kilogram weight. يبقى معنى كده ان الماس بتاعته m، الريدنج كانت ب 22 كيلوجرام ويت. when the lift was ascending with acceleration ايه؟ لما كان طالع باكسلريشن ايه؟ قلت له طب لحظه، يبقى 22 ملتبلاي 9.8 ليه؟ عشان انا هحولها من كيلو جرام ويت لنيوتن ايكوال الام. وانت بتقول ascend يعني ايه؟ طالع، يبقى جي بلس ايه. قلت له ماشي. وبعد كده قال لك انت اتس ريدنج 21 كيلو جرام ويت when the lift was descend. حلو، descend يبقى 21 multiply 9.8 equal m. descend يبقى g minus ال a. اسمع بقى، descend with uniform deceleration. deceleration يبقى negative a over 2. حلو، هات لي الام. ايوه كده بقى، كده بقى هو ده الشغل. بص يا معلم، احنا اولا ما نعرفش الاكسلريشن. قلت له صح. ولا نعرف الام. قلت له جميل، بس نعرف الجي. قلت له طب عظيم، طب ما تيجي نعمل ديفايد. ليه نعمل ديفايد؟ اهو يا باشا، بص لما نعمل ديفايد دي هتروح مع دي يطلع لي 22 اوفر 21 والام تروح مع الام. قلت له جميل، فيطلع عندي هنا جي بلس ايه وهنا جي بلس ايه اوفر 2 وتقوم عامل كروس مالتيبليكيشن يبقى 22 جي بلس 11 ايه عشان 22 باي اوفر 2 ايكوال 21 جي بلس 21 ايه. قالوا كده ودي الايه مع بعضها هات الجي مع بعضها يبقى 22 minus 21 يبقى الجي equal 21 minus 11 يبقى 10 a. يبقى ال a equal g over 10. حلو، يعني 9.8 over 10 يعني 0.98 متر per second square.
كده انت جبت الاكسلريشن. الف مبروك عليك، مش عايزها. امال عايز ايه؟ عايز الام. طب ما نعوض هنا يا مستر. يبقى هنا هنقول 22 ملتبلاي 9.8 ايكوال الام اللي احنا عايزينها الجي 9.8 بلس الاكسلريشن 0.98. احسب يا معلم وهات لي الام. قلت له ماشي. يبقى انت عندك 9.8 بلس 0.98. جميل. دول هيروحوا هناك بالديفايد. يبقى معنى كده 22 ملتبلاي 9.8 اوفر الانسر، يطلع الانسر ب 20. يبقى الام هنا يا جماعه ب 20. هو ده اللي احنا عايزينه. ماشي يا اكسلانس. قال لي ماشي. يبقى تحل تو ايكويشن في ايه؟ في تو انونز. ركز بالله عليك، ده امتحان 97. امتحان بقى 2018 بيقول لي a box of mass 100 كيلو جرام. حلو. is lifted off vertically upwards by a rope. علقناه. تمام. by a rope with the uniform acceleration. وبيتحرك لفوق. تمام. with acceleration of magnitude. يعني ده الماس بتاع البوكس، وادي هنا الاكسلريشن. find the force of the tension in the rope while neglecting the resistance. عايز الفورس اللي ماشي، عايز التي يعني. قلت له باشا طب وايه إيه الهبل ده؟ طب مش هو التنشن ده اللي شايل الحبل ده اللي فيه البوكس كأنه هو التنشن اللي شايل الاسانسير؟ قلت له اه. والراجل بيقول لك بيتحرك اب. قلت له اه. يبقى الام بتاعت البوكس بمحتوياته، وهنا الجي بلس الايه. بس ادي التي اللي انت بتدور عليه او الفورس اوف تنشن. الام ب 100 لان ده البوكس بكل مشتملاته. الجي ب 9.8 شغال يونتس كبيره. تعالى بقى للاكسلريشن يونت صغيره 25 سنتيمتر بير سكند. قال لي هنعملها ايه؟ ديفايد 100 دي يبقى 0.25. كده يا معلم تروح تجيب التنشن. يلا يا باشا. يبقى هنا 9.8 بلس 0.25 ملتبلاي 100 يطلع الانسر 1005. 1005 نيوتن. بس شكرا خلصت. مفيش فيها اي حاجه مساله ولا ليها اي 30 لازمه. يعني اللي قبلها دي كانت حلوه، دي ما فيهاش حاجه. تطبيق مباشر وتحويله عبيطه. يعني التحويله حتى acceleration equal 25 تعملها ديفايد 100 وتتحول لايه؟ لمتر بير سكند سكويرد وتشتغل عادي اهو. بس السؤال اللي بعده نمبر 8 بيقول ايه؟ بيقول لي a man of mass 75 كيلو جرام. دي الماس بتاعته. stands on the floor of the left. حلو. if the pressure of the man of the floor of the left equal 686 نيوتن then the left could be moving with uniform velocity. قلت له لحظة، قبل ما تعمل مقارنة يا معلم لازم نجيب الريل ويت والابيرنت ويت. قلت له ماشي. الريل ويت equal 75 كيلو جرام ويت. بص التركيز. قلت له اه، عشان حولت الكيلو جرام لكيلو جرام ويت. قلت له طيب والابيرنت ويت؟ قلت له ماشي. apparent weight عبارة عن ايه يا مستر؟ قلت له 686 نيوتن. قال لي نعملها ديفايد 9.8. ديفايد 9.8 686 يطلع ب 70. 70 كيلو جرام. حلو. ويت طبعا. حلو كده. ايوه تعالى لي بقى يا معلم. يبقى الابيرنت ويت less than الريل. الريل ويت. فالراجل بقى تعالى في اختلاف، يبقى ما ينفعش يكون بيونيفورم فيلوسيتي. moving up with acceleration لا، لان وانت طالع up باكسلريشن الرياكشن بيزيد، التنشن بيزيد، الابيرنت ويت بيزيد. moving down with deceleration لا، لانه لو داون هيحصل ايه؟ نيجاتيف نيجاتيف تبقى بوزيتيف. يبقى هو داون with acceleration عشان يقل. حلو كده يا معلم. ليه يا مستر؟ لان هنا اكتبها لك والله اكتبها لك ان ايكوال ام جي. قلت له حلو. هنا ان ايكوال ام جي بلس ايه فهتزيد. هنا n equal m g minus negative a فهتزيد برضو. يبقى دي n equal m g minus ال a. ايوه كده هتقل. يبقى هنا دي اللي فيها ال apparent weight less than ال real weight. اللي بعده question number 9 بيقول لي two masses m and 9 grams and hanged at two ends of a light string passes over a smooth poly. حلو. What is the value of m if the mass 9 gram descend a distance 22.4 meter in 4 seconds from rest. قلت له لحظة، احنا هنرسم بولي. رسمنا البولي بعد كده تقوم منزل منها بادي. البادي الأولاني كام؟ ام. البادي التاني كام يا معلم؟ 9 اهو. وادي 9.
حلو. هنا في تنشن، هنا في تنشن، هنا في سموث بول. بعد كده تعال نروح للويت. هنا في ام جي، قلت له ماشي، وهنا 9 ملتبلاي 9.8، قلت له حلو. كمل. الراجل بيقول دوس string suppose، ماشي، عايز الفاليو في ام if the mass m descent 9 descent، يبقى ال 9 نازله، يبقى الام طالعه. قلت له حلو. فهو عايز يحسب الام، قلت له سيبك من الام دلوقتي. الراجل بيقول ان هي نزلت distance 22.84، يبقى الاس ايكوال 22.4 متر، والتايم ب 4 سكند. قلت له حلو. والفي انيشال هو قال ان هي بكام؟ بزيرو. من دول يا جماعه نعرف نجيب الاكسلريشن؟ طبعا يا مستر نجيب اكسلريشن ايه؟ اس ايكوال في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير. الاس معانا 22.4 ايكوال، ده يتشال، ادي الهاف وادي الاي ما نعرفهاش. طب والتي 4 سكوير يعني 16، يطلع الاكسلريشن ايكوال 16 اوفر 2 يعني 8. احسب 22.4 ديفايد ال 8، تطلع ب 2.8. دي مين؟ متر بير سكند سكويرد، عشان اليونتس كلها ايه؟ صغيره. حلو كده يا معلم؟ قال لي حلو. تعالى لي بقى، عايزين نعمل ايه؟ عايزين نجيب الاكسلريشن. قلت له طيب عايزين نجيب الام. طب مش الرول بتاع الاكسلريشن بيقول ايه ايكوال فرقهم على سمهم؟ قلت له اه. فرقهم يعني مين؟ يعني 9 ماينس الام اوفر 9 بلس الام. قال لي بس ستوب. قلت له ايه؟ قال لي احنا هنا شغالين بالجرامز، فنعمل هنا ملتبلاي 980. بص دي الغلطه. والاكسلريشن اللي معاك دي حولها لي بعد اذنك لسنتيمتر بير سكند سكوير. قال لي اضربها بملتبلاي 100، يبقى 2.8 ملتبلاي 100 تطلع 280، يبقى 280 سنتيمتر بير سكند سكوير. حلو. يلا بقى يا معلم، هنا هنقول 280 ايكوال، ده 9 طبعا، دي مش جي، سوري، دي مش جي، دي 9. 9 ماينس الام، ودي 9 بلس الام، وهنا ملتبلاي 980. نودي 980 دي بالديفايد، يطلع الانسر عندك ب 2 اوفر 7. لسه حالين زيها، 2 اوفر 7، ودي 9 ماينس ام، ودي 9 بلس ام. كروس مالتيبليكيشن 7 باي 9، يبقى معنى كده 63. 63 ماينس 7 ام ايكوال 18 بلس 2 ام. حلو. هنودي ال 7 دي سوري، هنودي ال 7 دي تيجي هنا ب 9، يبقى 9 ام equal 63 minus 18 تطلع ب 45، يبقى 45 over 9 يطلع الام 5. بس مش اهو من هنا كده 9 ام، يبقى 45 اكتبها هنا تاني اهو 45 equal 9 ام، فيبقى الام equal 45 over 9 يطلع الانسر بكام؟ ب 5 جرام، عشان اشتغلت اليونتس كلها صغيرة. يا رب تكون فهمت حاجة. السؤال اللي بعد كده سؤال نمبر 10. two masses M1 و M2، وال M1 greater than ال M2. قلت له حلو قوي. and tied at the two ends of a light string passes over a smooth poly if the system moved vertically with acceleration، ومديني الاكسلريشن. حلو. فبيقول لك هات الريشيو بين M1 to M2. قلت له لحظه، الاكسلريشن يا جماعه عباره عن فرقهم على صمهم. قلت له صح، M1 minus M2 M1 plus M2 باي الجي. قلت له صح. يلا يا باشا، الاكسلريشن بتاعتك 196، وادي هنا الام 1 والام 2، ما انا عايز ريشيو ما بينهم، انا مش عايز الفاليوز، والا ما كنتش هعرف اشتغل لان دول 2 انونز. والجي اعملها 980. ليه يا مستر 980؟ ما انت شغال يونتس صغيره. قلت له ماشي، نعيد نفس الكلام. 196 اوفر 980 يطلع ب 1 اوفر 5. 1 اوفر 5 ايكوال مين بقى يا معلم؟ m1 minus m2 اوفر m1 بلس m2. كروس مالتيبليكيشن، قال لي كروس مالتيبليكيشن ده باي ده وده باي ده، يبقى 5 m1 minus 5 m2 equal m1 بلس m2. هات لي ال m1 في سايد وال m2 في سايد. قلت له ماشي، دي هتيجي هنا يبقى 5 m1 minus m1 equal هنا m2 بلس 5 m2، يطلع هنا 4 m1 equal 6 m2. انت عايز m1 to m2؟ قلت له اه. قال لي اهو بص كده عشان ما تغلطش بالله عليك، 4 m1 equal 6 m2، ودي ال m2 دي هنا يبقى m1 over m2
ايكوال ودي ال4 دي هناك يبقى 6/4. 6/4 لما تحسبها تطلع بكام؟ ب 3/2. خلاص. وبكده يا معلم يبقى احنا خدنا مسائل الاسانسير، خدنا مسائل السموث بولي، تمام، فهمنا شويه حاجات وحركات وتريكات، تمام. كم مساله بقى بتاعت البولي، التنشن اتقطع والكلام ده كله، تمام، موجوده في السيشن بتاعت حضرتك. ارجع وراجع الكلام ده كله، وبالراحه الدنيا هتمشي معاك زي الفل. بالتوفيق، ونشوفكم ان شاء الله في الكلاش شيت اللي جاي.